اهم المشاكل اللي بتحصل بسبب السكر مشاكل في الشبكيه بتاعت العين، مشاكل في الكلى، ومشاكل في الاعصاب، او اللي احنا بنسميه الاعتلال العصبي السكري. وده موضوع النهارده اللي هنتكلم فيه. للاسف السكر وهو بيهاجم الاعصاب، وده اهم مشكله بتقابلنا، لان العصب في حد ذاته كنسيج هو مش مشكله، انما اللي هو رايح يوصل له الاشاره من المخ هو ده المشكله. يعني ايه؟ يعني انا لما بخسر عصب انا بخسر النسيج العصبي، وبخسر الوظيفه اللي كان العصب بيقدمها، سواء حسيه او حركيه او ايا ما يكون العصب كان بيغذي ايه. دلوقتي احنا هنحاول نوضح العصب اللي هيتهاجم من السكر هيتهاجم ازاي. تخيل ان العصب ده زيه زي السلك اللي عندك في البيت، عباره عن الياف نحاسيه عندنا اسمها الياف عصبيه، وغلاف عندنا اسمه غلاف ميلي. السكر للاسف بيهاجم الغلاف اللي هو اصلا السبب في سرعه نقل العصب، نقل الاشاره، وبيهاجم النسيج العصبي نفسه، الالياف العصبيه نفسها.